دي هايدات سيست ونمونيا. تمام، دي الهايدات سيست. طب عرفنا ازاي ان هي بتاع الكاتل؟ تعرف ازاي انت بتفرق ما بين الكامل والكاتل؟ عن طريق حاجه اسمها اللوبيوليشن. اللوبيوليشن ده الكات سيكشن دي حته لانج مقطوعه هنا اهي، تمام، بتدور في لوبيوليشن هنا. شايفين اللوبيوليشن بيبقى عامل ازاي؟ ده السطح بتاعها الطبيعي، ده اللوبيوليشن. هنا الكات سيكشن ده زي ده، السطح زي الكات سيكشن، لا ده سموث وده ايه؟ شوفوا الدكتور ابو بكر، كلموا الدكتور ابو بكر. يعني ايه زي الحجم الصغير دوت الهارت بتاع الشيب. الشيب، تمام. في ايه الهارت بتاع الشيب؟ في حاجه اسمها سيركس اوفيس. تمام، ايه سيركس اوفيس؟ هتدور بقى في الكتاب الحجم بتاعها ايه. عندنا حاجه اسمها لوكالايزد، هتبص الاورجن كوندامين افكت الاورجن وذ الهايجينيك ديسبوزال. طب الجنرالايزد هترجع تبص بقى لبقيه الايه الكاركس والاعضاء الثانيه. لو لقيت بقى ايه اللي هو 2 اور مور سيست سيركس بوفيس اوفيس لايف اور ديد in more than one place of the body، يبقى في الحاله دي بنعتبرها جنرالايزد ونقول عليها توتال كونكت. يعني لو لقيت اللي هو سيست زي ديت موجوده تاني في مناطق تانية في الجسم، وليكن مثلا زي الفور كوارتر او الهاند كوارتر، وليكن الانترفوستال ماسل، وليكن السيتال ماسل، وليكن الهارت، وليكن اي حاجه تانية غير اللي هو العضو اللي معاك، يبقى دي في الحاله بنعتبرها ايه جنرالايزد. هنا هي تمام، وادي الثانيه دي ماشي. المفروض انتوا تلبسوا جلافز عشان ايام الامتحانات تبقوا عارفين، يوم الامتحان تبقوا عارفين الحاجات دي. احنا قلنا بنعرف اللنج ازاي بتاع كامل ولا كاتل؟ اللوبيوليشن اللي موجود عليها اللوبيوليشن. لو اللوبيوليشن موجود، لا اللوبيوليشن لو اللوبيوليشن موجود في الوشين السطح زي اللي هو الكات سيكشن، يبقى دي نعتبرها ايه كاتل. لو ما فيش لوبيوليشن الا في السطح بس، يبقى دي بنعتبرها ايه كامل. طب هنا كات سيكشن يعني ايه اللوبيوليشن؟ متقسمه لكذا لوبيول. السطح هنا هتلاحظ اللي هو متقسم صح؟ ده لوبيوليت من السطح. هنا كات سيكشن، هل في اللوبيوليشن اللي احنا شفناه فوق ده؟ مش موجود. بتبقى بان بتلاقي كل لوبيول لوحده. لا ده سطح، ده جزء من السطح. الكات سيكشن هو حته اللحمه اللي جوه بتاع الايه اللحمه، تمام. مش هتلاقيها في الكات سيكشن، انما في السطح اللي هو الجزء اللي من جوه السطح بتبقى عادي. هتلاقيها في اللنج، هنلاقي الكامل والكاتل في اللي هو اللوبيوليشن ده موجود في السطح. انما ايه اللي بيفرق؟ الكات سيكشن بتلاقي اللوبيوليشن برضو موجود داخل الايه الكاتل في اللي هو الايه كسر ديت ايه نيمونيا. تمام. طبعا الانفلاميشن كده السطح تاني. ادي السطح اهو ريدش، دي لونها مش طبيعي. تمام، لونها الطبيعي بيبقى روزي. لا ما هم هيراجعوا ان شاء الله يوم الامتحان بتاع الطلبه. عشان العينات. الهارت اللي عندنا يبقى عندنا لا اما كامل لا اما كاتل. طب هنعرف ازاي ان هو كامل وهنعرف ازاي ان هو كاتل؟ عندنا في حاجه مميزه جدا في الليفر بتاع اللي هو الكامل، بيبقى الرايت فينتريكل بتاعته بتبقى مالها؟ تبقى سين وول. هنا الرايت والليفت تخين. هو الليفت طبيعي بيبقى تخين، بس في القلب الكامل بيبقى الرايت وول دي بتبقى سين جدا، تبقى يعني اقول له يعني اقل نص دي كده. دي حاجه. طب دي مش هنعرف نفرق بيها يا دكتور اسلام. نفرق ازاي؟ تيجي للايبكس بتاع الهارت. الايبكس بتاع الهارت في قلب اللي هو الكاتل بتكونها الليفت فينتريكل. هتيجي تبص ادي الليفت فينتريكل هو اللي مكونها. في قلب الهارت بتاع الكامل ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي الايبكس بتاع الرايت فينتريكل مع الايبكس بتاع اللي هو الليفت فينتريكل اللي مكونه الاثنين. هتلاقوا بدل اللي هو الشق ده هيبقى هنا فوق في الايبكس. ماشي، يبقى دي اللي بتاع الهارت بتاع الايه الكاتل. تمام. طب ايه اللي فيها؟ هنفحص ندور. هو بيقطع اكيد لقى حاجه هنا، ندور هنا برضو اهي. تمام. يبقى ديت اللي هو الايه السيست سيركس بوفيس فين؟ في الهارت بتاع الكاتل. الجادجمنت عندنا يا اما ايه لوكالايزد يا اما ايه جنرالايزد. الكاتل بتعرف الايبكس. تيجي تبص على الايبكس بتاع البتاع. الايبكس هنا هي متكونه باثنين ولا بواحده؟ هتلاحظوا ان الجزء ليه واحد بس، ده الايبكس اهي صح. الايبكس متكونه بالليفت فينتريكل. في قلب الهارت بتاع الكامل بيبقى تلاقي الشق ده بيبقى فوق، بتبقى الرايت والليفت مع بعض. حاجه مميزه لو شككت تيجي في اللي هو الرايت فينتريكل في قلب اللي هو الكامل. لو جيت مسكت اللي هي الوول بتاعته بتبقى سن، بتبقى اصغر من دي او ارفع. دي انا كنت وريتها ما اعرفش الطلبه هناك في قلب المجزر، تلاقي دي سن، انما دي تخينه. تمام. دي بتبقى يعني ربع دي. ماشي. مين اللي ماشي معايا في بقيه العينات؟ قلنا بنعرف الكامل من الكاتل لانج ازاي؟
الايبكس لا مش اللانج، اللوبيوليتد في السطح في الاثنين يا دكتور، في قلب الكاتل لوبيوليشن بيبقى موجود على السطح وعلى الايه وجوه في كات. في قلب اللوبيوليشن بيبقى موجود في السطح وموجود فين؟ في اللي هو الكات سيكشن. ازاي؟ هنا ادي السيرفيس اهو في لوبيوليشن، تحس انها متقسمه لكذا لوبيول. طب جينا جوه، هل في لوبيوليشن هنا؟ يبقى دي بتاع الكامل. لو لقيت ديت زي ديت، يعني هو مش هيجيب لك لو اللحمه الحمراء اللي ديت لقيتها مقسومه كده متقسمه كروهات زي دي، يبقى دي لوبيوليتد. الكات سيكشن بتاعها يبقى في قلب الايه؟ الكاتل. مش عارف، لا مفيش، بيتهيألي مفيش. لو في هنشوف دلوقتي. يبقى دوت اللي هو اللنج بتاع الايه؟ بتاع الكامل. اولا فيها نومينيا، تمام؟ دي حاجه طبعا. ايه اللي مسببها؟ اثناء ما انت بتفحص اللي هو اللنج بالذات لازم تعمل بالبيشن. ليه تعمل بالبيشن؟ عشان خاطر الهيدات السيست هي بتبقى سبونجي، فهي سبونجي هتبقى ايه؟ منفوخه، فمش هتعرف ايه اللي موجود جوه، فلازم تتك عليه، تمام؟ هنا هوت الايه؟ الهيدات ايه؟ سيست. ايه حكم الهيدات السيست؟ قلنا على حسب النمبر بتاعها. لو ماليه كل الاورجن اللي هو اللنج يبقى كوندامن اول اوف ذا ايه؟ او هول اوف ذا اورجن. طب لو زي كده كوندامن افكتد بارت اللي هو زي ما احنا قلنا كده، وترجع تبص على الايه؟ على الكاركس، تمام؟ بس هو مش واضح جامد، بس ممكن اهي لا دي واضحه هنا اهي. يعني ايه انثراكوزس؟ اللي هو الانهاليشن اوف الايه؟ الداست بارتكلز او الكربون لا بتاع الايه؟ او الكول داست بارتكل. مصانع اللي هي الاسمنت والحاجات ديت، او اللي هو الكربون دايوكسيد والحاجات اللي هي بتبقى في الشارع، الدخان والحاجات دي. لو الحال موجود جنب مصنع اللي هو بتاع اسمده او حاجه من الحاجات ديت، الكول داست اللي هي الاتربه دي بتبقى موجوده بطبيعتها، فبنلاقي انهاليشن بتنزل فين؟ بتنزل اللنج تدينا لون اسود زي ما انتم شايفين كده، وبتنزل في الليمف نود تدينا لون اسود. اللون الطبيعي يعني بيبقى زي دي كده، تمام؟ ده الطبيعي. ده مش طبيعي، يسمع في بيبقى اسوأ من كده، بس سوء حظكم ان مفيش عينات يعني. ده اللي هو الايه؟ الانثراكوزس. كده في اللنج نجيبها. طب ما تقول لنفسك بقى، مش محتاج ماشي يا دكتوره. دوت الفاشولياسيس، كرونيك فاشولياسيس في قلب الايه؟ الليفر بتاع الكاتل. عرفنا ازاي اللي هو ليفر كاتل الاول؟ بتيجي للسطح بتاعه وبتدور على حاجه اسمها الايه؟ الفيشرز لايك الايه؟ النايف كاتس. بتبقى نظام شقوق شبه تقطيع السكاكين، بتبقى طبيعي موجوده في الفيسرال سيرفيس بتاع الايه؟ الكامل. طب هنا السيرفيس بتاعه هنا اهو، ده في اي فيشر موجود فيه؟ بتبقى كتير بقى، كأن متقطعه كتير بالسكينه كده. هنا في لا، كلها سموث، كلها جزء واحد. لما بتيجي تعمل بالبيشن للليفر بتاع الكاتل نفسه بيبقى سوفت، تمام؟ فقلب اللي هو الليفر بتاع اللي هو الكامل بيبقى هارد، حتى لدرجه لما بتيجي تتك جامد على اللي هو الليفر بتاع اللي هو الكاتل ممكن يحصل ايه؟ ماسيريشن ليه او يحصل بنتريشن. جربناها بالذات لما بيكون الحيوان لسه مذبوح، انما هو ساعه كده بتبقى صعب، ماشي؟ طب ايه الليجن اللي فيه؟ فاشولياسيس. عرفنا ازاي؟ هنيجي نبص هنا البايل داكت عندنا اهي، ده مش طبيعي ان هي تظهر بالسم كده. طب ايه تاني؟ دي اهي، دي كده ظهر. نوريها تاني في حته منطقه تانيه. دي برضو بايل داكت، المفروض ما تبقاش باينه كده. طب عايزين حاجه اوضح يا دكتور اسلام. بسم الله، بصوا يا جماعه، دي بايل داكت، تمام؟ مقطوع فيها. دي نجيب واحده اوضح تاني، حاولوا تبعدوا يا جماعه عشان اهي شايفين؟ ده اللي هو الكور بتاع اللي هو البايل داكت اللي هو التجويف بتاعها، بس حصل لها سيجننج. فلما حصل لها سيجننج ايه اللي حصل؟ زي ما انتم شايفين كده، اتقفل اللي هو الفتحه بتاعت الاوبننج بتاعتها، تمام؟ فدي اللي هو الايه؟ كرونيك فاشولياسيس. عرفنا حكم الكرونيك فاشولياسيس ايه؟ كوندامن الافكتد ايه؟ بارت، في حاله لو هو جزء صغير. طب لو منتشر في كل ليفر يبقى كوندامن هول اوف ذا ايه؟ اوف ذا ليفر. ونرجع نبص على الكاركس، لو عندنا فيه اماسيشن او اديما او جوندس نعمل ايه؟ توتال كوندامن. كنا برضو اتكلمنا دي ايه؟ دي ايديتد سيستم. طب هنيجي نشوف ده السيرفيس بتاعها اهو، دي كات سيكشن. دي بتاع ايه؟ كامل. ليه؟ الناس مفيش لوبيوليشن، تمام؟ نجيب واحده اوضح برضو تاني برضو هنا اهو، دي نمونيا، تمام؟ مفيش هنا. لو بتيجي تعمل بالبيشن مفيش ايه؟ هايدات سيست يعني. انما هنا في هايدات سيست وفي هنا ايه؟ نمونيا، تمام؟ ممكن تكون كانت هايدات سيست بس فرقعت. دي ممكن تكون كانت هايدات سيست، تمام؟ بس دي بتاعت عرض النمونيا ديت اهو.
ده مش طبيعي. الريدش او البلادي ديسكولوريشن بتاع اللنج تيشو ده بنعتبرها ايه؟ ان اللي هو الانفلاميشن بتاع اللنج تيشو. الحاجه دي بنقول عليها ايه؟ نيمونيا. الطبيعي اللون الطبيعي بتاع اللي هو الكامل بيبقى روزي. عارفين اللون الروزي الوردي؟ هو لونها بيبقى وردي. عايزكم لو حد قريب من مجزر ولا حاجه يبقى يروح يشوف شبه دي كده يا جماعه. بيبقى وردي يعني قريبه من دي كده، بس تخيلوا بقى جوه عامل ازاي. هنا كلها بلادي. ماشي مع الدكتوره شيماء بقى بقيه العينات ايه لوبز تانية هنا. تمام. يبقى ايه لوبيتد في قلب الكدني. هنا بقول لك الليجن هيدرونفروسيس. الهيدرونفروسيس بيتميز ايه؟ بتلاحظ ان بيبقى فيه سيست اللي هو الكورتكس بتاع اللي هو الكدني بتتملي باللي هو اليورين او الفلويد اللي موجود وتدينا سيست. هي مش موجود هنا سيست مش واضحه، بس هو لو عندكم الحكم هتقول الهيدرونفروسيس هتدور عليها الحكم بتاع الهيدرونفروسيس بيبقى فيه ايه. تمام. بداية كده ده ليفر صح؟ بتاع مين؟ انكم شفتوها من على الورقة. طب عرفتوا ازاي ان هو بتاع الشيب؟ ايه؟ ايه؟ وهو طبيعي ما الكاتل بيبقى فيه 3 لوب. الامبلايكال نوتش. ماشي ما بيبقاش موجود. ده الامبلايكال نوتش اهو. ايوه كده. مش ما لسه قايل لهم عليه. بولينج وروستنج او النعدم كله لو كنا عايزين دي الامبلايكال نوتش. طب ايه اللي فيها؟ بيقول لك نيكروتيك فوكاي. دي نقطة اهي. دي نيكروتيك فوكاي النقطة البيضاء دي. تمام. عندنا فين من الجهة التانية برضه؟ ادي نيكروتيك فوكاي برضه. تمام. وادي نيكروتيك فوكاي تاني. دي اهي. ماشي. حكم النيكروتيك فوكاي ايه؟ نشوف مسببها ايه. دايما لو لقيت نيكروتيك فوكاي من ضمن الحاجات اللي لازم نعمل فيها بكتيريولوجيكال اكزامينيشن النيكروتيك نيكروزز اللي بيبقى موجود في الثلاثه في اللي هو الايه فايتال اورجن. ايه الثلاثه اللي هم الحاجات الضروريه عندنا او المهمين؟ لا عندنا الاسبلين والكدني والليفر. لو لقيت فيهم اي نيكروتيك فوكاي او نيكروسيس لازم تعمل بكتيريولوجيكال اكزامينيشن. يبقى بالنسبه للاورجن كوندامن افكتد اورجن. تمام. طب تاني حاجه نبص للكركس. قبل ما تشوف الكركس لقيتها سليمه يبقى لازم تعمل بكتيريولوجيكال اكزامينيشن عشان تشوف ايه المسبب. ما لقيتش فيه فود بويزنج بكتيريا او دوت برضه ممكن بس ما فيش البورتال اوتوماتيك ليمفنوس اللي هنقول على اساسها اذا كان فيه ولا لا. بقى ان دي تي بي ده موجود في الاورجن لما يكون ايه اللي مصاب. مش انت مين ايه اللي مصاب؟ عشان نقول الاورجن ده تي بي يكون ايه المصاب؟ يا اما يكون كبسول زي هنا، يا اما يكون السبستانس، يا اما يكون الايه الليمفنود. اي واحده من دول مصاب بنعمل يبقى ده يعتبر كام ايه اصابه كامله للاورجن ومص بيكون دمج. لو واحد فيهم او الثلاثه موجودين خلاص عرفتوا امتى يكون. الاسم الجديد للبريس كاميرال ليمفنود ايه؟ سوبرفيشال سيرفايكال ليمفنود. البري كرونال والبري فيمورال اتلغت من زمان اسمها دلوقتي ايه؟ سب إيلياك ليمفنود. انا لله وانا اليه راجعون. البري فيكتور ليمفنود الاسم الجديد بتاعها ايه؟ ديب سيرفايكال ليمفنود. بسم الله ما شاء الله بسم الله. طب يعني ايه السهوير؟ في الاكيوت ميلياري تي بي اوف بوست لانج اند السهوير. السهوير يعني ايه؟ بنسمى لا اسبلين والكدني. مش دول ليفر غلط. اسبلين وكدني. انما الفيتال اورجن زماننا اهم 3 اورجن لو لقيت فيهم. عندنا 3 اورجن. 3 اورجن اللي موجودين عندنا اهم 3 لو لقينا فيهم نيكروتيك فوكاي او اي حاجه شاك فيها لازم تعمل بكتيريال اكزامينيشن اللي هو الاسبلين الكدني الليفر. ال3 دول مهمين جدا في البكتيريال اكزامينيشن. لقيت فيهم نيكروتيك فوكاي اللي هي ممكن تكون تي بي برضه زي ما الدكتور بكر بيقول له كلايزد، دي تبقى مشكله برضه لازم نعمل عشان نشوف ايه السبب. ممكن يكون سبيسيفيك باثوجينيك بكتيريا. عندنا برضو في الهستيريا، عندنا الحاجات ديت، في البروسيلا، في عندنا الستاف والستريب، عندنا الكوليستريديوم الهيموليتيك تايب. كل الحاجات اسمها سبيسيفيك باثولوجي بندور عليها. لو لقينا نوع من الانواع دي يبقى نعمل توتال كوندمنيشن للكاركس كلها. تمام. ايه العينات هتتغير لو لقينا هنغير. بدايه كده ده الليفر بتاع ايه؟ كاتل عشان مكتوب على الورق. عشان مكتوب على الورق. طب بنعرفه ازاي ان هو الكاتل او الكامل؟ مفيش بقى اللي هي اول حاجه اللي هو الكونسستنسي. بتلاقيه بيبقى طري، هو هنا متلك فتلاقيه هارد، لا هتيجي تمسكه هنا بيبقى ايه؟ سوفت في الكونسستنسي. فقلب الليفر بتاع الكامل عارفين شايفين التلج ده النشفان بتاعه؟ هو بيبقى زي كده بيبقى هارد ان كونسستنسي. طب دي حاجه ثانيه.
بص على السطح السيرفيس بتاع اللي هو الايه اللي هو الكاتل ليفر هنا. في هنا فيشرز، تقطيع كده كأن شبه تقطيع السكينه متقطعه، مش موجوده، يبقى دي مش بتاع الكامل. طب ايه تاني ممكن يقول لنا ان هو بتاع الكامل؟ الهاني كومب لايك ايه سيلز. بتلاقي على السيرفس بتاع اللي هو الكامل بتلاقي ايه خلايا شبه خلايا النحل السداسيه، بس بتبقى الريجولاري ايه. لا ما انت ما تقولش الكلمه وتجري، انت يا دكتور قلتها لنا كامل. انا بوصف لك بتاع الكامل، انما دي بتاع كاتل. ليه بوصف لك بتاع الكامل؟ لان هي مش قدامنا، فبالتالي مش قدامنا، فبقول لك ايه اللي موجود في الكامل ومش موجود هنا. تمام. طب مش عرفت يعني ايه العينه هنا الليجون؟ فات تشينج. ليه؟ ده الطبيعي ليها بتبقى لونها ايه؟ براون. ده كله حصل فاتي ريبليسمنت للايه؟ للهيباتيك سيل. تمام. اللي هو الايه؟ اليلو دوت او الجري ده كله ايه؟ فاتي تشينج. الحكم بتاعها ممكن يسببها ايه؟ بعض الديسيز. يبقى بالنسبه للاورجان كوندامن اللي هو الافكتد ايه؟ اورجان. وبنرجع نبص على الايه؟ الكاركس، نشوف ايه المسبب للبتاع، ندور بقى اذا كان في سيستميك ديستربنس زي الايماستيشن ولا لا. تمام. الفات تشين والفات دي بتبقى الباثولوجي بقى نفسه هو اللي يفرق لك. الباثولوجي كريستالز والحاجات اللي بتبقى موجوده دي.